ان شاء الله تكونوا في احسن صحه في احسن الاحوال. اليوم جبت لكم حلوه جديده. الصراحه يعني شكلا ومذاقا يعني ما عندي ما نقول. فبالنسبه للمقادير غادي نسحقوا نص كيلو ديال القوقاو يكون محمر في الفران ومقشر كما راكم تشوفوا 500 غرام. عندي الدقيق 375 غرام. عندي 150 غرام ديال السكر سنيده. عندي 125 غرام ديال الزبده خاصه ديال الحلويات. عندي واحد معلقه هكا نص معلقه صغيره ديال القرفه، هذا غادي تكون التنسيم فقط، وشويه ديال الملح. اما باش نجمعوا العجينه ديال الفرينه فغادي نجمعوها بمازهر. فغادي نبداو بالطريقه. اول حاجه غادي نبداو نديروا العجينه ديال الكاوكاو. فغادي نديروا الاول البنات هذا الكاوكاو كامل غادي نطحنوا الطحنه الاولى كامل، ومن بعد الطحنه الزوجه عاد غادي نزيد له السكر. ما نطحنوش بزاف، نخليه هكا باش من نعاود المره الزوجه عاد نديرو مع السكر ويولي بحال العجينه. هكا البنات كما راكم تشوفوا طحنت الطحنه الاولى يعني شويه هكا ينطحن، ودروك غادي نزيد له السكر ونزيد له نسمو بالقرفه. ندير هاد شويه القرفه، هذا اختياري الا بغيتو تنسمو ولا بغيتو تخليوه هكا. ندير فيه واحد شويه ديال القرفه وغادي ندير فيه السكر كما راكم تشوفوا. غادي نخلطو وغادي نعاود له الطحنه الزوجه حتى نحصل على عقده. هكا البنات كما راكم تشوفوا وجدت عندي عقده. نقد انني شتو عجينه هكا انني نكورها كما بغيت، وعاد كنزيد نكمل كاع هاد الباقيه ديال القوقاو وندير له هكا. وهكا البنات القوقاو ديالنا العجينه داتو ترجع بحال هكا كي راكم تشوفوا، يعني العجينه ترجع. غادي نخليوها ترتاح لان انا عندي شويه دافيه، نخليوها تبرد تماما ترتاح، وغادي نمشيو نديرو العجينه اللي غادي نديرو من الفوق. فهنا البنات غادي نديرو العجينه اللي غادي تجي فوق الكاوكاو. غادي نحتاجو الفرينه ديالتنا، الملح، وغادي ندير لها هاد الزبده، والزبده لابد خصها تكون البنات على حراره المطبخ باش تعاونكم. فغادي نحاول ندخل الزبده في الفرينه حتى يعني تبقى مرمله معايا وعاد تكون موجوده، ونزيدوا لها ما زهر باش نجمعوها. فدرك غادي نحاول نرمل هاد الزبده مع الفرينه، نحاول ندخل الفرينه في الزبده مزيان كما راكم تشوفوا البنات هكا. من بعد غادي نجمعها مع زهر. اللي ما كيبغيش ما زهر يعني خصنا ما زهر يكون من النوع الجيد، اللي ما كيبغيش يقدر يجمعها اي بالماء عادي وصاي، اللي ما كيبغيش ريحه ما زهر. فانا غادي ندير لها ما زهر. نحاول نجمعها شويه بشويه. العجينه ما خصهاش تكون جاريه ولا تكون قاصحه، خصها تكون في الوسط كي راكم تشوفوا هنايا بيديا. نحاول ندلكها البنات. كما راكم تشوفوا البنات من بعد ما جمعتها، من بعد ما دلكتها واحد شويه كما تشوفوا طرطاب هكا شويه،
فانا غادي نديرها في البلاستيك الغذائي. ونخليها في الثلاجه ترتاح واحد لمده نص ساعه على الاقل. راكم تشوفوا هكا. نحطها في الثلاجه البنات ترتاح نص ساعه عفوا، ونرجع لكم باش نعمروها مع الكاوكاو. فها هي البنات، خليها تبرد مزيان، شدت راسها كما راكم تشوفوا قصاحت مزيان. دونك غادي نسرحها وباش نعمرها. شوفوا البنات كي قصاحت هكا. فهكا باش تسهل علينا نخدموها. فانا غادي نقسمها على جوج هكا باش تجيني ساهله انني نخدمها كما راكم تشوفوا. بالطبع يعني نديرو لا فارين يعني هكا باش تسهل علينا العمليه. وغادي نجيب واحد الكويره من هذا كما راكم تشوفوا هكا. حتى هو غادي نحاول نديرها نروليها هكا. حاولوا معايا بشويه. نديرها هنايا بما انها طويله. هذا بلاتي باش نديرو كما راكم تشوفوا هكا. هكا وغادي نحاول نهز العجينه. بشويه تحاولوا معاها. غادي ندير لها تغريفه وحده راكم تشوفوا هكا. وغادي ندير لها نلويها ها. هذه هي التغريفه البنات باش ما تجيش غليظه. وغادي نقطع كما راكم تشوفوا. وغادي نحاول كما راكم تشوفوا هنا البنات غادي نزين لها هكا بالنسبه لهذه باش ما تحلش معنا في الطياب. نقرصها هكا يعني نقرصها من الفوق هذيك الناحيه ديال العجينه. العجينه بيناتهم نقرصها باش ما تحلش معايا في الطياب، لان الا تحلت القوقعه خرج وكلشي ضاع. هكا نقرصها مزيان يعني ما تخافوش، ما غاديش نضيعوا لها الشكل. هكا البنات. ومن بعد غادي نروليها هكا شويه على حساب باش نقد لها الشكل هكا. هكا البنات شفتوا. غادي نحاول نقلع هذا المورسو هكا. خص يكون واحد السكين ماضي. وغادي نشوفوا يعني الغلظ اللي بغيتوه البنات ولا الرق يعني على حسابكم. ففهمتوا يعني ما نبغيهاش تكون غليظه بزاف. وهذيك الفتحه اللي درناها هنايا خصها تجي لتحت هكا البنات. وغادي غادي نحاول نقطعها جن هكا كما راكم تشوفوا. وغادي ندير الشرطات يعني نفلح. غادي نشرط ديك العجينه الفوقانيه ماشي القوقاو. غادي ندير وحده زوج ثلاثة 4 5
6 7 والثامنه نقطع. ها البنات شفتوا هكا تجي كي راكم تشوفوا هكا. غادي نوطي عليها هنا في الوسط هكا باش تحل معايا، ومن بعد غادي نجيب هاد الجناب هذا اللي ماشي لهيه كي راكم تشوفوا، غادي ندير له هكا نلويه، وهذا وغادي تكون حلوه على هذا الشكل. الا كبغيتو ديروها على هذا الشكل هكا زوينه. وهكا البنات ندخلوها في الفران، نحطوها في الوسط كي راكم تشوفوا على حراره 160 درجه، مشعول فيها الفوق والتحت. ما نفوتوش ربع ساعه 10 دقائق البنات ونقلعوها. فكما راكم تشوفوا البنات بعد ما خرجتها من الفران كتجي على هذا الشكل طير، يعني كتجي رائعه جدا كي راكم تشوفوا هكا كتجي على هذا الشكل. وحتى ان منها هكا يعني كتشد في الفورمه ديالها. فقط تقدروا انكم تقدموها هكا، ولا تقدوا انا غادي نجيب الناباج وغادي ندير لها طبقه الناباج من الفوق باش تعطي هذاك اللون، هذيك لا بغيونس ديالها تعطيه لها هذيك اللمعه اللي كتكون فوق الكاطو. فغادي نجيب واحده هكا وغادي ندهنها بالناباج كي راكم تشوفوا هكا، يعطي واحد اللمعه. ونحطوها وسيله التقديم هكا ونحطوها. ما نكتروش بزاف البنات، فقط الطبقه الفوقانيه هكا وغادي نحطوها. تعطي واحد اللمعه زوينه البنات. نبقى على هذه الطريقه حتى نكمل كاع هاد الحبات ديال الكاطو، وبقاو معايا باش تشوفوا الشكل النهائي.